ويخليها تحتفظ بيه في حاجز البشرة. فلازم تكون بشرتك مندية ومش ناشفة. ولازم كمان بعد ما تحطي الهيالورونيك اسيد وتستني ينشف شوية تحطي فوقيه الكريم المرطب بتاعك، لانه بيشيل 1000 مرة من وزنه، يعني ضعف وزنه، بيشيل 1000 مرة ضعف وزنه. فمهم جدا يكون بشرتك مندية وتحطي بعديها الكريم المرطب المناسب لبشرتك طبعا. كمان لازم تكوني عارفة انك لو استخدمتي هيالورونيك اسيد معاه ريتينول او معاه فيتامين بي 3 او هيالورونيك اسيد وكولاجين، ده هيحسن المشكلة بتاعتك بنسبة كبيرة جدا، بس تبقي عارفة مكونات الحاجة اللي انت بتاخديها. نسبة الهيالورونيك اسيد في اي سيرم بيبقى 0.1 او بمعنى اصح ما بيزيدش عن 2%. اكتر من كده هيضر البشره، مش هينفعها، ممكن يعمل نتيجه عكسيه. احنا بنستخدمه عشان خاطر نرطب البشره ونخليها بلامينج كده وممتلئه، ممكن يعمل معاكي العكس تمام. بس كده.